السينما، الدراما، المؤلفين، الحكايات. شافت الإدمان بأشكال كتير، شافت فيه المجرم، شافت فيه الضحية، بس فيلم ريكويم فور دريم شاف فيه حاجة تانية خالص، شاف فيه الإنسان. الفيلم ده مش مجرد دراما، ده أكتر عمل سينمائي قريب للواقع، لأنه بيقولك إن الإدمان مش بس في السفنجة. الإدمان هو أي طريق بتهرب فيه من نفسك لحد ما تلاقي نفسك ضاعت في كابوس ملوش آخر. تعالوا نشوف إزاي الهروب ده تمنه بيكون الحياة نفسها. قصة الفيلم بتبدأ في فصل الصيف، ألوان زاهية، ضحكة مالية الوشوش، حفلة وانبساط، الناس فرحانة ومبسوطة، النشوة اللي في بداية الإدمان. وهنلاقي الحكاية بتتكلم عن 4 شخصيات. سارة، الست الكبيرة الوحيدة اللي نفسها تعمل أي حاجة بس تتشاف. ابنها هاري اللي بيحاول يعمل حاجات كتير بس هو فاشل. صاحبه تايرون، فقير بيتعنصر عليه، ما عندوش أي فرصة في الحياة. وحبيبة هاري ماريو. كلهم فاكرين إن هم مسيطرين وإن الحلم بتاعهم بيتحقق، بس الحقيقة إنهم كانوا بيفرشوا الأرض بالورد وهم ماشيين في طريق نهايته مسدودة. الفيلم هنا بيضرب على وتر وهم البدايات، إن مفيش حد بيبدأ وهو ناوي يضيع، بس الطريق هو اللي بيسحبك. الإسقاط ده أنا شايف إن هو عبقري، إن أنت بتقول إن بداية الإدمان بتبقى فرحة، وبتبقى أنت مقتنع من جواك إن أنا هوقف وقت ما أنا عايز أوقف، واللي أنا بعمله ده تفريحي، بس أنت ما تعرفش إن أنت رايح لفخ. نبدأ بسارة، الأم اللي قصتها توجع القلب بجد. ست وحيدة خايفة من الوحدة، لقت في التلفزيون حياة بديلة بتوعدها بالشهرة. سارة كانت بتتابع برنامج مسابقات، برنامج المسابقات ده كان ترند نمبر 1 في أمريكا، وبدأت تدخل في هوس بحبوب التخسيس عشان تلبس فستان هي كانت بتحلم كل يوم إن هي لابساه في البرنامج، وتسمع كلمة حلوة من الناس: انت خسيتي يا سارة. سارة بتمثل جزء كبير لما بيبقى الشخص مدمن نظرة الإعجاب ومستعد إنه يضحي بسلامه النفسي عشان خاطر لايك يداري وحدته الداخلية. نروح لتايرون، الشاب الفقير اللي وجعه حقيقي جدا. تايرون كان عنده إدمان للأمان، عدم أمان اجتماعي وعدم أمان مادي. شاب طالع من ماضي صعب بيحاول يثبت لروح والدته إنه بقى شخص ناجح ومعاه فلوس، ولكن اختار السكة الغلط عشان يوصل لهدف صح. دخل عالم السموم وهو فاكر إنه كده بيحمي نفسه من الفقر، لكن الفيلم هنا ورانا إن السكة الغلط عمرها ما بتوصل للأمان، وانتهى بيه الحال مسجون ووحيد وبيفتكر حضن أمه اللي ضاع منه للأبد. هاري وماريو قصتهم وريتنا إن الإدمان بيمسح الكرامة، هما مدمنين للحالة اللي بتهربهم من وجع حياتهم. الحب اللي كان بينهم اتحول لصراع مرير ومقايضات قاسية عشان جرعة زيادة. الفيلم بيقولك بكل صراحة إن الإدمان بيحول الآخر لوسيلة، وبيخليك تبيع أغلى ما تملك لمجرد إنك تغيب عن الدنيا ساعة ولا ساعتين. الفيلم ده مراية لينا كلنا، بيقولك إن الإدمان مش بس مادة كيميائية. أنت ممكن تدمن شغل عشان ما تقعدش مع نفسك، ممكن تدمن سوشيال ميديا عشان تهرب من فراغك، ممكن تدمن علاقة مؤذية عشان خايف من الوحدة. أي حاجة بتستخدمها كمسكن أو بشكل مبالغ فيه عشان ما تواجهش مشاكلك الحقيقية هي في الحقيقة نوع من أنواع الإدمان اللي هياكلك بالتدريج. العبقرية في الفيلم ده في آخر مشهد، ال4 منكمشين على نفسهم في وضع الجنين، وضعية الضعف التام، وكأنهم بيتمنوا يرجعوا للبداية قبل ما يغلطوا كل الغلطات دي. الفيلم قدم لينا مراية حزينة عشان تفوقنا. كل واحد كانت نهايته فيهم مختلفة، ولكن مشكلته واحدة: الإدمان. واجه مشاكلك النهاردة وهي لسه صغيرة أحسن ما تلاقي نفسك في شتاء بارد ملوش نهاية. ولو كملت الفيديو للآخر فأكيد أنت مهتم بالمحتوى ده. اعمل متابعة، اعمل سبسكرايب، اكتب لي في الكومنتات. سلام.